تخيل معايا تكون عايش من غير ما تشوف، من غير أسرة، من غير أكل، ومن غير حب. تتخلى عن كل حاجة في الحياة وتقول: هذا ما جناه علي أبي وما جنيته على أحد. يعني مجرد إنك اتولدت دي جريمة. تفتكر في حد ممكن يوصل للدرجة دي من الكآبة؟ في الحقيقة فيه، واسمه أبو العلاء المعري، الراجل اللي قرر يكره الدنيا بكل تفاصيلها. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. في الاول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع حلقتنا على طول. في لحظات كتير بتتسأل فيها هو احنا ليه موجودين؟ ليه في ظلم؟ ليه في ألم؟ ليه الناس بتموت؟ وليه اصلا بنتولد من غير ما نختار؟ أسئلة كلها مؤلمة وممكن تدفع ناس للجنون، لكن في واحد قرر يواجهها بفكره مش بالهرب. قرر يقول: لأ، أنا هعيش ضد العالم كله، وده كان أبو العلاء فعلا. طيب مين هو أبو العلاء المعري؟ اتولد سنة 973 في سوريا، وهو عنده 4 سنين فقد بصره بسبب الجدري. لكن بدل ما يعيط أو يستسلم، قرر يتعلم، بقى شاعر وكمان فيلسوف ومثقف من المثقفين التقال جدا في وقته. وبعد ما لف بلاد وسافر واتعلم، رجع بلده تاني، وقفل الباب على نفسه، ورفض يخرج، كمان رفض يتجوز، رفض ياكل كمان اللحوم، ورفض يتكلم مع الناس، وسمى نفسه رهين المحبوسين، العين اللي ما بتشوفش والبيت اللي ما بيخرجش منه. طيب فلسفته كانت عاملة ازاي؟ هو كان بيشوف ان الحياة خطيئة. المعري كان شايف ان الحياة نفسها خطأ، وانه اتظلم لمجرد انه اتولد، وقالها صريحة في شعره: هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. هو مش كاره أهله، هو كاره الفكرة نفسها، فكرة الوجود أصلا من الأول. وكان بيبص للعالم حواليه ويشوف أديان بتفرق الناس، ناس بتتخانق عشان ربنا، أكاذيب والنفاق واستغلال باسم الدين. وقال: اثنان أهل الأرض، ذو عقل بلا دين، وآخر دين لا عقل له. يعني يا إما تمشي ورا الدين أعمى، يا إما تفكر لوحدك وتدفع التمن. كمان كان أبو العلاء نباتي، بس في حاجة: هو ما كانش نباتي علشان صحته تبقى أحسن، لكنه كان نباتي علشان الأخلاق بتحتم عليه ده. يمكن دي واحدة من أغرب الحاجات في المعري، إنه كان رافض ياكل لحمة، مش علشان الرجيم ولا عشان الكوليسترول، لكن علشان الرحمة. كان شايف إن الحيوان ليه روح، وإن ذبحه ده ظلم ليه هو. وكتب شعر طويل ضد ذبح الأضاحي، وقال: لا تقربن لحم الأضاحي فإنها مما تعاب وتكره. المعري قفل على نفسه سنين، ما كانش بيزور حد، ما كانش بيستقبل حد غير بالضروريات القصوى. حتى اللي كان بيجي يسمع شعره كان بيسمعه من ورا ستار أصلا. كان عايز يعيش بعيد عن الزيف، عن المجتمع اللي شايفه فاسد، وده خلاه يختار السكون بدل الزحمة، والصمت بدل الكلام، والوحدة بدل العلاقات الكتير. طب لما نيجي مثلا نسأل سؤال: هل أبو العلاء المعري كان ملحد؟ ده سؤال دايما بيتسأل. الحقيقة هو ما قالش على نفسه كده صراحة، لكن انتقاده للأديان وتشكيكه في النبوات وكلامه اللي أوقات بيقرب من التمرد الكامل خلى ناس كتير بيشوفوه كده. وفي نفس الوقت في شعر ليه في ذكر الله وخوف من الحساب، وده بيخلي المعلي يفضل لغز دايما بالنسبة لنا. بس المؤكد انه كان بيفكر بحرية، لكن حرية مطلقة. طيب فكره ده ليه لينا بالنسبة لنا حاليا في 2025 مهم؟ لأن المعري هو صوت الأسئلة اللي جوانا: ليه في شر؟ ليه في ألم؟ هل الدين بيجاوب على كل حاجة، ولا أسئلة وأسئلة؟ هل لازم أعيش زي ما الناس عايشة، ولا أقدر أقول لأ وأعيش بطريقتي؟ المعري ما قالش للناس تعيش زيه، لكن عاش زي نفسه. في النهاية انت هتعيش ازاي؟ يعني ابو العلاء ما كانش بيكره الحياة خالص، هو كان بيكره الكذب اللي فيها. اختار يفكر حتى لو التفكير وجع، واختار يعيش صادق مع نفسه حتى لو ده كلفه كل حاجة. فالسؤال الحقيقي ليك دلوقتي: هل عندك الشجاعة ان انت تفكر بحرية، ولا مرتاح في الزيف اللي احنا بقينا عايشين فيه؟ قولي رأيك في الكومنتات. هل شايف ان المعري كان حكيم، ولا مكتئب كبير؟
في نهاية الحلقة دي كانت يمكن أهم النقط اللي اتكلم عنها أبو العلاء المعري في أفكاره الخاصة في طريقة حياته، وكمان أجزاء من شعره. في نهاية الحلقة لو حابب إن أنا أعمل لك حلقات تاني بنشرح فيها بشكل مفصل أفكار الراجل ده، اكتب لي تحت في الكومنتس. وفي نهاية الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكوا في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. سلام.